أتكلم على الفريق النصراوي شوي، سواء كان بالتشكيلة أو بالطريقة. صحيح. احنا نتكلم على بنتو كحارس، نتكلم على بوشل كلاعب يسار، نتكلم على لابورت، نتكلم على سيمكان، نتكلم على سلطان الغنام، نتكلم على خيبري. والطريقة هذه تشكيلتي، لأن ما حد توقع لي الآن، ما أعلنت التشكيلة، لكن التشكيلة اللي أنا أتمنى أنها تبدأ كشوط أول: الخيبري، بروزوفيتش، أشوف أيمن يحيى في اليمين، أشوف كريستيانو، أشوف دوران، أشوف ماني. هذه التشكيلة فيها تنظيم مثالي للفريق النصراوي. ليش أقول مثالي؟ ما فيها ازدواجية، فيها توازن، تغطية الأطراف. تتكلم على يوكوهاما والفريق شرق آسيا اللي يلعبون على الأطراف أكثر، والثنائيات في الطرف، واثنين على واحد. إذا ما يكون فيها تغطية جيدة ما حتقدر تعوض كريستيانو ودوران في موضوع التغطية. في هذه المباراة اضمنوا لي أن بريزوفيتش يربط بين الخطوط وياخذ حريته بالقطع الكيلوات في هذا الملعب، والربط بين الخطوط، تغيير اللعب، الاسيستات. ثم اضمنوا لي ماني بانطلاقاته والسرعات والاسيستات والعرضيات. أضف عليهم الثنائي هذا إلى كريستيانو في استغلال والتمركز لكثير من الكور اللي يقدر يستغل فيها في حسن ما يملك من الحاسة التهديفية. كل هذا الكلام اضمنوا لي الثلاث الأشياء هذه. أنا أقول لكم أن الثلاثة ذولا سيشيلون الثمانية لاعبين اللي معاهم داخل الملعب، وسيتخطون أي عقبة قوية، مع الإضافات الجميلة الموجودة في كثير من اللاعبين الموجودين. تتكلم على سيمكان، تتكلم على لابور، تتكلم على أطراف جيدة، تتكلم على أيمن يحيى وتحركاته، وبإمكانك تشوف أوتافيو على الطرف الأيمن إذا كان ما فيها رجوع كثير. احنا ليش قلت الخيبري تحتاجه كساتر دفاعي أول، كستة خالص، في إعطاء فرصة أكثر للحرية لبروزوفيتش في عمل الترابط، في عمل تغيير اللعب، في عمل اللعب خلف الخصم، وقطع كثير من اللاعبين من الفريق المقابل، لأنك التمرير خلفهم أفضل من أنه يعني ما يكونون قدامك في حالة حملك للكرة، استرجاع الكرة، الضغط على حامل، الضغط في البداية. أنا أتوقع أنه يعني الفريقين السعوديين الآخرين شافوا تألق الهلال في هذه المباراة بغض النظر عن الخصم المقابل. كلنا ثقة في هذا الفريقين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار نادي الهلال السعودي. يستمر الحديث مؤخرا بشأن مصير نجم نادي الهلال سالم الدوسري قائد الفريق، خاصة مع التطورات الواردة بخصوص مستقبل تجديد اللاعب مع قلعة نادي الهلال الكبيرة. وكان سالم الدوسري قد دخل الفترة الحرة من تعاقده مع نادي الهلال في شهر يناير الماضي، مما يتيح له التفاوض والتوقيع بحرية لأي نادي دون الحاجة لموافقة إدارة نادي الهلال. وعلى الرغم من بدء المفاوضات بين الطرفين منذ فترة، إلا أن قائد فريق نادي الهلال لم يتخذ قراره بعد، مما يثير الشكوك حول مستقبله مع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة. وأشارت الأنباء الواردة مؤخرا إلى أن هناك جلسة جمعت بين سالم الدوسري والأمير الوليد بن طلال عقدت بينهما من أجل مناقشة تجديد عقد اللاعب مع نادي الهلال خلال المرحلة المقبلة. وبعد انتهاء هذه الجلسة نشر سالم الدوسري صورة له عبر حسابه الرسمي وهو يقبل شعار نادي الهلال، في إشارة إلى نجاح مفاوضات تجديد تعاقده مع نادي الهلال. وأيضا تناولت بعض المصادر الإعلامية إلى أن الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال حسم صفقة تجديد قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي لمدة موسمين، بعد أن كان هناك تعثر في الاتفاق في مراحله الأولى. وعلى جانب آخر يلتقي نادي الهلال نظيره نادي النصر في ديربي الرياض الكبير ضمن لقاءات الجولة 26 من منافسات دوري روشن السعودي، في مباراة لا تحمل القسم على اثنين. وفي ضوء ذلك أكدت تقارير صحفية عن غياب مؤكد لأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث أكد تقرير صحفي ورد في صحيفة الرياضية السعودية تأكد غياب البرتغالي جواو كانسيلو عن مباراة الهلال ضد نادي النصر.
ويأتي غياب كانسيلو عن المباراة المرتقبة بين الفريقين بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع نادي الهلال. وفي ظل صدمة غياب كانسيلو عن ديربي الرياض الكبير، تأكدت جاهزية الرباعي ياسر الشهراني وسافيتش ومحمد كنو وألكسندر متروفيتش للمشاركة في المباراة الحاسمة حسبما أشارت صحيفة الميدان الرياضي في تقريرها الصادر مساء اليوم. وأكدت التقارير الصحفية ذاتها أن اللاعبين الأربعة قد تعافوا تماما من الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الأخيرة، وأصبحوا جاهزين للمشاركة في المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم السعودية بفارغ الصبر يوم الجمعة المقبل. وعلى جانب آخر، يواصل المسؤول نادي الهلال العمل بقوة خلال الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل مميز قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية القادمة، حيث كشفت بعض المصادر المقربة من إدارة نادي الهلال السعودي عن اهتمام القيادة الرياضية بالتعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك ضمن خطط الفريق لتقوية صفوفه استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية 2025. ووفقا لتقارير تلفزيونية في برنامج الأول، يسعى نادي الهلال إلى ضم دياز لتعزيز خط هجومه، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه النجم الكولومبي مع نادي ليفربول الإنجليزي وصعوبة التعاقد مع داروين نونيز أو محمد صلاح. وتبلغ القيمة السوقية للاعب الدولي الكولومبي لويس دياز طبقا للإحصائيات الأخيرة من موقع ترانسفير ماركت العالمي 85 مليون يورو. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.